في قصص حب مهما حاولنا نفسر نهايتها مش هنلاقي غير سبب واحد، إن ربنا كتبها كده. مفيش ظالم، مفيش مظلوم، بس في قدر سابق التاريخ. من قبل ما نتولد ومن قبل ما يكون فينا نبض، ربنا كتب كل حاجة في كتابه، حتى تفاصيل حبك الأول، وحتى اللحظة اللي هتنتهي فيها الحكاية. إحنا ساعات بنفتكر إننا لما بنختار وإننا لو عملنا كذا أو غيرنا كذا كنا هنحافظ على اللي بنحبه، لكن الحقيقة إن القدر زي النهر ماشي في مجراه، مهما حاولت توقفه أو تغير مساره هيكمل. أهلا بيكم في بين السطور، معاكم إيمان هاشم. هنا بنحكي الحكايات اللي محدش بيقدر يحكيها، ونقرأ المعاني اللي بين السطور. الحب اللي ما اكتملش بيشبه صورة ناقصة فيها أجمل الألوان، لكن في نصها الأبيض الفاضي اللي عمره ما هيتلون. صورة تفضل معلقة في قلبك مهما عدت السنين. وصلت لي الرسالة دي بتقول: كنت متجوز من واحدة بحبها، مش هقولك ما كانش بينا مشاكل، أكيد كان فيه زي أي بيت، لكن كان في بينا حب حقيقي. ومع الوقت المشاكل كبرت والخلافات بقت أكبر من قدرتنا على التحمل، لحد ما في يوم وقفنا قدام بعض وإحنا عارفين إننا خلاص مش هنقدر نكمل. اتطلقنا، مرت السنين، اتجوزت تاني، وهي كمان كملت حياتها. لكن أوقات كتيرة وأنا قاعد لوحدي بيجي ببالي سؤال بيحرق قلبي: كان ممكن ننجح، كان ممكن لو صبرنا أكتر أو حاولنا بطريقة تانية نكمل. وبعدين برجع أفكر تاني وأقول لنفسي: يمكن إحنا أصلاً مكتوب لنا نفترق، يمكن حتى لو عملت كل حاجة صح النهاية برضو كانت هتيجي كده. يمكن هي مش مسألة تقصير، هي مسألة قدر. علم النفس بيقول إن الإنسان بطبعه بيحاول يلاقي سبب لكل حاجة بتحصل له عشان يحس إنه مسيطر في العلاقة العاطفية. مش دايماً في سبب منطقي، في قصص بتنتهي من غير خيانة، من غير كذب، من غير حتى أنانية، لكن بتنتهي. وده بيخلينا نرجع للحقيقة الأعمق، إن ربنا كتب لكل واحد فينا سيناريو لحياته، حتى اللقاء وحتى الوداع. القدر مش دايماً عقوبة، أحياناً هو رحمة إحنا مش فاهمينها دلوقتي. القصة التانية صاحبها بيقول: أنا متجوز وهي كمان متجوزة، وكل واحد فينا عنده أولاد. حبي ليها بدأ من 17 سنة، والحب ده ما ماتش، بالعكس ده بيكبر جوايا كل يوم. قبل ما انام لازم اشوف صورتها والاقي عينيا غصب عني بتدمع من غير ما احس. انا مش زعلان اني حبيتها، انا بس بسأل ليه حبيتها وانا عارف ان عمري ما هكون معاها. بكتبلك دلوقتي لاني تعبت من فراقها. انا عايش مع مراتي وولادي، لكن من جوه انا ميت. بهرب بالنوم عشان اشوفها في احلامي. تعرفي، لو غمضت عيني وشفتها بحس بوجودها، بريحتها، وكأنها جنبي. وبدأت أكره كل اللي حواليا عشان هم السبب إني مش معاها. أنا ملكها، أيوة أنا ملكها، حتى وهي مش موجودة في حياتي. ومحرم على نفسي أبص لأي واحدة ست غيرها، لأنها ملياني ومكفياني. أنا بس عايزة أسألك أعمل إيه؟ لازم تعرف إن الذكريات اللي بينكم مش هتموت، يمكن هي دي اللي مكملالك حياتك. الاتصال الروحي ده إنك تحس بيها حتى في البعد، تسمع صوتها، تشوفها في خيالك، إحساس مش هتلاقيه تاني. وكل مرة تفتكرها هتبتسم، مش لأنك قادر تكمل معاها، لأ، لأنك كنت محظوظ تعيش الإحساس ده.
مرة واحدة في حياتك. وده مش معناه إن حياتك هتقف، معناه إن قلبك دايما هيحتفظ بالجزء ده زي ما هو، صافي نقي ومشترك بينكم انتوا الاتنين، لأن قلبك بقى ملكها هي. مش كل حب لازم يكمل، لكن كل حب حقيقي بيكمل فينا. يمكن الشخص مش موجود، لكن إحساسك بيه موجود، وده باقي. وده الأجمل، إنك لما تفتكره تبتسم، لأنك عشت قصة مستحيلة لكنها كانت أجمل ما في الدنيا. اللي بيحصل هنا مش سهل، مش بس لأنه حب ممنوع، لكن لأنه حب مربوط بروح مش بالجسد. وده أصعب أنواع الحب، لأنه بيعيش حتى من غير لقاء ومن غير كلام. علم النفس بيقول إن الحب الطويل المدى، خصوصاً لما يكون مستحيل، بيتحول لشكل من أشكال الإدمان العاطفي. الشخص بيعيش على فكرة وجود الآخر حتى لو مفيش أمل، لكن من منظور القدر ده برضه مكتوب. أيوه، مكتوب إن القلوب تتعلق، ومكتوب إنها ما تلتقيش. وده مش لأن ربنا بيحرم علينا السعادة، لكن لأنه شايف الصورة الكبيرة اللي إحنا مش شايفينها. يمكن لو كانوا مع بعض الحكاية ما كانتش هتفضل نقية بالشكل ده، يمكن كانت هتتشوه باليوميات والمشاكل وكلام الناس. يمكن دي حماية مش حرمان. دكتور مصطفى محمود بيقول ساعات ربنا بيبعد عنك حاجة انت متمسك بيها، مش علشان بيعاقبك، لكن علشان بيحميك من حاجة انت مش شايفها. القدر مش دايما بيختار اللي احنا عايزينه، بس الحقيقة ان لغاية دلوقتي مفيش حد قادر يفسر يعني ايه حب، وليه الشخص ده بيبقى غير اي حد تاني، حتى لو قابلت في حياتك ناس احلى منه واغنى منه او بيحبوك اكتر. في اسئلة بتمر علينا في حياتنا مفيش عقل بيقدر يجاوبها ولا قلب بيقدر يفسرها، أسئلة بيكون ردها عند ربنا بس. وسبحانه لما يحب يكشف لينا حاجة بيكشفها في اللحظة اللي هو شايفها مناسبة، مش قبل كده ومش بعد كده. وأصعب إحساس إنك تحب شخص وإنت عارف إنك مش هتقابله في حياتك إلا بمعجزة. إحساس بيخليك تعيش عمرك على أمل المعجزة، حتى لو جزء منك عارف إنها يمكن ما تحصلش أبداً. تلاقي نفسك بتسرق لحظاتك معاه من خيالك وبتجري عليه في أحلامك، لأن الواقع مش بيجمعكم. تصحى من النوم وتلاقي دمعة في عينك، مش عارف هي دمعة فرح إنك شفته ولا وجع إنك فقت. والغريبة إن في حب بيخليك تحس إنك مشيت في الدنيا كلها، لكن قلبك واقف عند شخص واحد مستني حتى لو عمرك كله فات. والغريبة لو سألت أي حد جرب الحب ده هيقولك أنا منسيتش، حتى لو ضحك، حتى لو كان اتجوز، حتى لو بقى عنده بيت وعيلة، في حتة صغيرة قوي كده جواه لسه بتحن. الحب اللي ما اكتملش بيخليك تتعلم إن مش كل حاجة حلوة في الدنيا لازم تبقى ملكك. أوقات لازم تحب الحاجة وتسيبها، تحب الشخص وتدعيله من بعيد، تحب الذكرى وتحتفظ بيها في مكان آمن جواك. أوقات وجود الشخص في حياتك كان هيمحي صورته الجميلة اللي في خيالك. يمكن ربنا خلاه يبعد علشان يفضل حلو في ذاكرتك. عارفين أصعب لحظة في الحب ده إيه؟ مش الفراق، لكن لما تحس إنك مش هتقدر تلاقي الإحساس ده تاني. الإحساس اللي بيخليك ترجع تبقى طفل، اللي يخليك تصدق في المعجزات، اللي يخليك تحس إنك لسه بتتنفس. في ناس فاكرة إن الحب دايما بينتهي بالجواز، وفي ناس فاكرة إنه لازم يكون مكتمل عشان يكون حقيقي، لكن الحقيقة إن في حب بيفضل ساكن جوانا لآخر العمر حتى لو ما اكتملش. حب ما خدش نصيبه بس أخد روحنا معاه. الحب اللي ما اكتملش مش دايما كان ضعيف، بالعكس أحيانا بيكون أقوى من أي حب عاش، لأنه كان صادق،
كان بريء، في إحساس مش محتاج إثبات قدام الناس، إحساس بيعيش جوانا بصمت وبيوجعنا في كل مرة نفتكره. الحب المستحيل بيسرق منك النوم، بيخليك تصحى على صوت بيهتف جواك باسمه، يخليك تمشي وسط الناس وانت حاسس انك مش موجود، وبيسيبك بين اختيارين، وكل اختيار أصعب من التاني، إنك تعيش على الأمل أو تموت من جوه عشان تحمي نفسك من الأمل. مش لازم كل قصة حب تنتهي بجروح، في قصص بتنتهي والقلوب لسه بتحب بس من بعيد. ساعتها ما تسألش نفسك ليه حصل كده، ولا تحاول تفتش عن غلطة. صدق، أيوة، صدق إن الحكاية كانت مكتوبة كده من الأول، ويمكن في مكان تاني وزمن تاني كنتوا هتكملوا، لكن هنا دلوقتي لأ. في معجزات بتتحقق في لحظات ربنا بيغير فيها القدر، في وقت بيكون مناسب ليك وليها، حتى لو احنا مش شايفينه دلوقتي. وخليك دايما مؤمن إن ربنا اللي بينصر المظلوم، واللي بيكتب السعادة في أجمل صفحات حياتنا، وأمره بين الكاف والنون. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. يمكن في يوم من الأيام تقابلها تاني وتكونوا مع بعض، لكن في الوقت اللي ربنا شايفه الصح والمناسب. لحد ما اللحظة دي تيجي خلي قلبك صبور، وافتكر دايما إن كل حاجة بيد ربنا، وإن هو الحكم العدل اللي بيحفظ لنا الخير في كل زمان ومكان. لو حسيت في يوم إنك تايه ومحتاج تسمع نفسك، ارجع لي هنا في بين السطور. معاكم دايما إيمان هاشم. حاول دايما تقرأ اللي بين السطور، هتعرف الحقائق اللي مش شايفها ولا لمسها.